طيب هيك صارت. بسم الله جاهزة. هريسة أشرب عليها القطر. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تعرفوا انها نجحت اول خطوة. تعرفوا كيف؟ لما القطر يتشرب بسرعة، يعني لما تشوف القطر بلشت بسرعة تمتص الهريسة، تعرفوا ان الهريسة تبعتك او البسبوسة واللي هو انه ناجحة. طلع كيف تشرب بسرعة. الإضاءة تبعت المطبخ طلع حتى مبين وجهي مأخمة، مبين الهريسة إنه غامقة، بس هي مش غامقة على فكرة بالمرة. بس هلا بصور لكم إياها على برا. هلا فرجيكم بالضبط. يم كل نقطة قطع عملتها حطت هي من العيار تبع هاي الصينية، أنا صرت أعرفه خلص. هيك هي بالضبط، هيك عيارها ولا إشي زيادة. بحط لها الاشي الوحيد تقدروا يعني تعملوه للهريسة انه ترشوها اذا بدكوا اللهم صل على سيدنا محمد. ترشوها اذا طبعا انتوا بدكوا بجوز هند زيادة. انا بصراحة ما برشها بجوز هند زيادة حاليا، ما راح ارشها، راح خليها زي ما هي. نعم ارش لك. بعرف بديش ارش انا عليها، ما راح ارش. ابو احمد بحبش على الوجه جوز هند، بقول له انا بديش ارش لك اصلا. اوكي هلا هي هالصينية هلا رح افرجيكم اياها السخنة. طبعا خلوها تبرد، لا تقدموها سخنة اكيد. وعدت التقطيع عليها انا. تمام هيك هي ما شاء الله. وهيك صينيتنا جاهزة بتجنن بصراحة. شفتوا؟ طبعا هي لازم تبرد بصراحة قبل ما نطلع أي قطعة منها، بس أبو أحمد بحبها سخنة أول ما تطلع من الفرن، فرح أطلع له قطعة منها نتجرب. وهي أنت لازم تصبري بصراحة قبل ما تبرد، مش لازم تطلعي منها وهي سخنة. أبو أحمد بحبها هيك وهي سخنة. طلعنا أول قطعة. لو كان برد أنا بحط الميكرويف عادي بتجنن. فأعطيته هي أول قطعة إله، رح يجربها ويعطينا رأيه. معلم الهريسة ابو احمد ده الهريسة عشان نتأكد انها 100% ناجحة، فهو بيحكي بصراحة 100% عن جد صح؟ طب 100%. طيب الحمد لله، صحة وعافية. يلا هاي ابو احمد بقول لي انت دائما بتحطيني تحت الامر الواقع، ما هو عشان يشوفوا انه عن جد انه ردة فعلك. عرفت علي؟ لا انا متأكد من الطعم قبل ما اجرب. تفضل ابو احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله تبارك الله. صح. طرية بتجنن. طعم طحنية. انا بيعجبني فيك انه الوصفة اللي بعطيك اياها بتتقنيها. طبعا انا طالبة يعني محترفة، اكيد بتقن كل اشي بتحكي لي اياه بالضبط. يعني بتخربش معي الوصفة بالمرة لاني بتبع خطواتك 100%. 100%. طبعا لازم نتوكل على الله. صحة وعافية ان شاء الله. صحتين.